انبياء كتير اتذكروا في القران وفي غيرهم كمان ما اتذكرش. تعال اصدمك في الفيديو ده واقول لك على شويه معلومات غالبا انت اول مره تسمع عنها ومحدش قالهم لك قبل كده غير العبد لله. هقول لك على شجره العيله والتفريعات وصله القرابه من اول النبي ادم عليه السلام لغايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدا اول حاجه بالنبي ادم عليه السلام. النبي ادم خلف 3 اولاد، طبعا ممكن يكون خلف اكتر من كده لكن اللي انا بكتبه لك هنا هو ده المهم اللي انت تعرفه. قابيل وهابيل وشيث. شيث خلف سيدنا إدريس عليه السلام، وإدريس كان بيطلق عليه أخنوخ، يعني أخنوخ وإدريس هما اسمين لنفس النبي عليه السلام. النسل سيدنا إدريس يجي سيدنا نوح عليه السلام، ومن أول وجود سيدنا نوح هنبدأ سلسلة جديدة لأن طبعا الطوفان وما بعده هيبدأ من عند سيدنا نوح. وخليني أقول لك إن سيدنا شيث هو ابن سيدنا آدم وعاصر من عمره حوالي 300 سنة. زي ما قلت لك إن إحنا هندخل مرحلة جديدة من أول سيدنا نوح ويخلف 4 أولاد، سام وحام ويافث وكنعان. ركز علشان التفاصيل مبهرة. هنسيب كل أبناء سيدنا نوح دلوقتي ونركز مع سام لأنه خلف 2 مهمين جدا، أرفحشذ وإرم. يجي من نسل أرفحشذ سيدنا هود عليه السلام، ويجي من نسل إرم سيدنا صالح عليه السلام. وهنا تعرف حاجة مهمة جدا إن سيدنا هود وسيدنا صالح الاتنين ولاد عم. نركز بقى مع سيدنا هود كده سنة لأن سيدنا هود هيخلف فالج، وفالج هيخلف تارح أو الاسم التاني ليه اللي هو آذر. طبعا أنت عارف إن آذر أو تارح هو أبو سيدنا إبراهيم. أنت صح، برافو عليك. آذر هيخلف 2، هاران وإبراهيم عليه السلام. طب ليه بيقال على سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء؟ هتعرف دلوقتي حالا، بس خليني الأول أجيب لك هنا كده إن هاران هيخلف لوط عليه السلام. وهنا طبعا كده واضح قدامك إن سيدنا إبراهيم هو عم سيدنا لوط. وخليني أقول لك على حاجة مهمة جدا، إن سيدنا لوط كان عايش مع سيدنا إبراهيم في بيته لغاية ما راح يشتغل مع قوم سدوم. خلي بالك من ترتيب الأنبياء اللي أنا بقوله لك لأن ده يعتبر ترتيب لنزول الرسالة عليهم، مع العلم إن سيدنا لوط وسيدنا إبراهيم نزل عليهم الرسالة تقريبا في وقت متقارب بس كل واحد فيهم كان موجود في مكان. نيجي بقى لسيدنا إبراهيم، كان ليه 3 زوجات مهمين جدا إن احنا نعرفهم علشان خاطر دول لهم قصة كبيرة قوي، السيدة سارة والسيدة هاجر والسيدة قنطورة. سيدنا إبراهيم خلف من السيدة قنطورة مدين، ومدين خلف شعيب عليه السلام. وهنا خليني أقول لك على حاجة مهمة جدا، إن سيدنا شعيب وسيدنا لوط وسيدنا إبراهيم ال3 تقريبا نزل عليهم الرسالة في زمن واحد لكن مع اختلاف الترتيب. سيدنا إبراهيم الأول وبعد كده سيدنا لوط وبعد كده سيدنا شعيب عليه السلام، لكن ال3 نزل عليهم الرسالة في نفس الزمن. هل زوجة سيدنا إبراهيم قنطورة هي بس اللي خلفت؟ لا طبعا، السيدة هاجر خلفت سيدنا إسماعيل عليه السلام. وعند سيدنا إسماعيل هنستنى شوية علشان هنكمل بعدين تكملة مهمة قوي. السيدة سارة خلفت سيدنا إسحاق عليه السلام. نيجي بقى لسيدنا إسحاق، خلف 2 مهمين جدا، سيدنا يعقوب والعيسى. سيدنا يعقوب خلف أولاد كتير لكن يهمنا منهم 4، بنيامين، لاوي، يوسف عليه السلام، ويهوذا. طيب بعد ما انا خدتك كده مع شويه من ابناء سيدنا يعقوب خليني ارجع بيك تاني للعيسى لانه خلف سيدنا ايوب عليه السلام. وهنا تعرف ان سيدنا يوسف وسيدنا ايوب الاتنين ولاد عم. نيجي بترتيب الرساله، بعد سيدنا ايوب يجي سيدنا ذو الكفل، وسمي ذو الكفل لانه تكفل ببعض الطاعات على غيره من البشر. نيجي بقى هنا تاني بعد ذو الكفل عليه السلام نطلع تاني لسيدنا يعقوب ونشوف ابنه بنيامين اللي خلف سيدنا يونس عليه السلام. هنا تعرف ان سيدنا يونس عمه يبقى سيدنا يوسف. جديد عليك قول جديده. تنزل بقى هنا كده عند لاوي اخو سيدنا يوسف وابن سيدنا يعقوب، هيخلف حد اسمه قهاد. قهاد مهم جدا ليه؟ لانه هيخلف 2 انبياء جمال جدا، سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. يعني تقدر تقول ان سيدنا يوسف هو العم الكبير لسيدنا موسى وسيدنا هارون. طيب نرجع تاني بسرعة لسيدنا يوسف عليه السلام لانه هيخلف ابراهيم او ابراهيم، الاسمين صح. ابراهيم هنا هيخلف نون. طبعا انت اكيد دلوقتي جمعت ان نون هيبقى ابنه يوشع، سيدنا يوشع ابن نون اللي هو مين؟ فتى سيدنا موسى. يبقى ننزل هنا كده ونكتب يوشع عليه السلام، وندخل هنا تاني كده على سيدنا هارون لانه هيخلف اليعاذر. اليعاذر ده هيخلف الياس عليه السلام. وزي ما انا لسه قايل لك علشان خاطر الترتيب بتاع نزول الوحي على الانبياء، نرجع تاني لابراهيم ابن سيدنا يوسف لانه خلف اليسع عليه السلام. تعال بقى نرجع هنا كده تاني سنة، معلش هتعبك معايا، ونرجع على يهوذا. ويهوذا هيخلف سيدنا داود عليه السلام. وطبعا انت عارف ان سيدنا داود هو ابنه سيدنا سليمان
عليه السلام. تيجي بقى تنزل هنا كده من سيدنا سليمان 2 مهمين جدا. اول واحد اسمه رحبعهام والتاني اسمه رحيعم. رحيعم هيخلف سيدنا زكريا عليه السلام، وطبعا انت عارف ان سيدنا زكريا هو ابو سيدنا يحيى عليه السلام. ونيجي هنا رحبعهام هيخلف الصالح عمران. طبعا انت عارف ان الصالح عمران هو ابو ستنا العذراء مريم. ادي مريم العذراء. وطبعا انت مش محتاج اقول لك ان ستنا العذراء مريم هي ام النبي عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. وخليني اقول لك هنا على مفاجاه حلوه جدا، ان النبي عيسى عليه السلام هو ابن خالد سيدنا يحيى عليه السلام. طبعا طالما وصلنا لسيدنا عيسى عليه السلام هنقوم عاملين كده، انزل معاك كده بسيدنا اسماعيل ونوصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده يا صديقي تبقى عرفت شجرة الأنبياء من أول سيدنا آدم مرورا بكل الأنبياء وصولا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو الفيديو ده عجبك قول لي اعمل لك جزء تاني اقول لك فيه الانبياء نزلوا في قوم مين، والعذاب اللي نزل في قومهم، والمعجزات بتاعتهم، وعاشوا كام سنه، واتدفنوا فين. الموضوع ده كان عاجبني جدا وحبيت اوريه لكم. بس يلا.